ومقاوم للأمراض وبمقاومة للأملاح. هو الطعم ما يأثر عليه، ما يأثر على الأصل، لأن الطعم ياخذه من الصنف اللي احنا زرعناه، صنف الرقي. الطعم واللون والشكل ياخذه من الصنف اللي احنا اللي زرعناه. تنفيذ هذا البحث باستخدام نبات القرع كأصول لتركيب نبات الرقي عليها لتجنب الإصابة بالفطر ولزيادة مقاومة النبات لظروف الملوحة والجفاف اللي يعاني من عندها والتغيرات المناخية. أيضا استخدمنا الأسمدة الحيوية حتى نتجنب استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية حتى نقلل من وجودها في هذا الحاصل. التجربة حقيقة كانت رائدة وممتازة، أعطتنا نتائج جيدة. النبات الرقي المركب على نباتات القرع أعطى نتائج ممتازة. أيضا الأسمدة الحيوية أعطت للنبات قدرة في إنتاج نبات بلون جيد، بلون أحمر جيد وبمذاق حلو. وأيضا النبات قاوم المرض وبدأ خلال هاي الفترة اللي هي أشرنا إليها السادس والسابع بإنتاج متكرر ونمو مستمر.